اهلا بيكم حبايبي، فيديو جديد. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا فيديو جديد، هنعمل مع بعض البيتي فور بطريقه سهله جدا وبسيطه وكمان بمقادير مظبوطه. اتمنى انك تمشي معايا خطوه بخطوه عشان تقدري تعرفي المقادير بالظبط وتطلعيه زي اللي احنا بنشتريه من بره بالظبط. عملنا مع بعض البسكوت، وعملنا كمان بسكوت اللانكشاير، وعملنا الغريبه، وعملنا الكحك. اتمنى انك تكوني جربتي الوصفات ديت وتكون عجبتكم، وتمشي معايا كمان في الفيديو بتاع النهارده خطوه بخطوه لحد ما تعرفي وصلنا للنتيجه دي ازاي. يلا بينا على طول على الطريقه. اول حاجه العجان او المضرب الكهربائي ايا كانت الاله اللي انت هتستخدميها. جبت عندي الزبده دي عباره عن 375 جرام من الزبده. طبعا طلعت الزبده شويه من التلاجة عشان تبقى سهله معايا في الضرب. دي مقادير نص كيلو من الدقيق. لو حابه انك تضاعفي الكميه ممكن بقى انك انت تضاعفيها. انا هكتب لك في صندوق الوصف مقادير الكيلو، وهقول لك حالا واحنا بنعمل الفيديو هقول لك مقادير النص كيلو. حطيت الزبده وضربتها كويس لحد ما بدأ لونها يفتح زي ما انتم شايفين كده. هبدأ انزل عندي بالسكر. السكر عباره عن 100 جرام من السكر البودر، ولازم يا جماعه السكر يكون بودر، ما ينفعش تقولي سكر ابيض حبيبات ناعم واحطه، ما ينفعش، ما بيمتزجش خالص مع الزبده. احنا عايزين السكر يدوب خالص مع الزبده، بيبقوا الاتنين كده حاجه واحده. بعد كده نزلت عندي ببيضتين. البيض اهو بنزل بيه البيض واحده بواحده. دول بيضتين لان البيض عندي صغير. لو البيض كبير ممكن تكتفي بيه، يعني هقولك ايه، بيضه ونص. هي بيضتين يعني برضو بيضتين صغيرين. بعد كده هنزل عندي بيه رشه من الفانيليا عشان خاطر الزفاره طبعا بتاعه البيض. تعالوا نفتح كده ونشوف. يعني بصوا، هو انت لو لقيتيها انها محتاجه بعد كده اللي هو ممكن تاخدي بياض بيضه مثلا كمان. لو احتجت لقيتي حسيتي ان العجينه ما هياش طريه معاكي. بعد كده هنزل عندي بيه الدقيق. دول نص كيلو من الدقيق، والدقيق عندي منخول، مش شايله منهم معلقه. انا هعرفك حالا ان المعلقه دي انا شلتها ليه وهحط ايه بدلها. هنزل بالدقيق تدريجي شويه بشويه. هنزل بيها شويه كده وابدا اضرب لحد ما الدقيق يختفي. طبعا انا بنزل الدقيق في العجان لان نص كيلو. لو اكتر من نص كيلو يعني بتحطي بقى كيلو او 2 كيلو، فيفضل يكون بره عشان ما يبقاش طبعا جهد على العجان بتاعك. خلاص نزلت بيه الدقيق. المعلقه اللي انا شلتها بقى من الدقيق حطيت مكانها معلقه من الكاسترد. جربي بقى معلقه الكاسترد دي وشوفي النتيجه هتبقى خطيره. اول معلقه الكاسترد دي بتخلي البيتي فور طعمه في منتهى الجمال، وكمان بتديله لون اصفر حلو قوي. خلاص طلعت العجينه كده كلها من العجان بايدي، ببدا المها اهو. طبعا بصوا هي بتبقى طريه خالص، بصوا بتلزق في الايد. زي ما بقول الحاجات اللي احنا بننزلها بالكيس الحلواني لازم تكون طريه معاكي عشان تبقى سهله انها تنزل من الكيس. ما ينفعش تبقى العجينه ناشفه وتنزليها مش هتنزل معاكي وهتتعبك جدا، وكمان بتبقى بعد كده النتيجه انها لما بتخش الفرن كمان بتنشف. فلازم العجينه تكون معاكي ناعمه خالص كده. هو البيتي فور كله زبده، يعني كميه البيتي فور لوحدها لو انت بتعملي كيلو دقيق عندك 750 جرام من الكيلو دقيق زبده بس. فيعني هو البيتي فور عباره عن زبده. بعد كده حطيته في كيس حلواني، بحط شويه بشويه. بستخدم التبق اللي هي بتبقى سبعات تمانيات دي. بجيب عندي الصينيه مش مدهونه اي حاجه. ببدا ان انا اعرض ايدي كده شويه في الجزء اللي فوق، وبنزل على رفيع عشان تديني شكل الكمثريه كده. طبعا شايفين يعني العجينه عشان سهله جدا. طبعا انا مسرعه طبعا الفيديو برضو، بس هي سهله كمان في تنزيل العجينه. خلاص انا عملت ادي الصينيه الاولانيه، وعملت عندي 3 صواني. هوريكي كمان الصينيه التانية بدات فيها اهو. بنزل على طول كده، بدي شكل الكمثريه، يعني بعرض ايدي شويه فوق وبعدين بنزل على رفيع. هكمل الصينيه كلها بنفس الشكل. عملت صينيتين بالشكل دوت، والصينيه التالتة بصي ده شكل تاني بنفس التب. انا ما غيرتش على فكره ما غيرتش الشكل خالص، بس بعملها بقى زي الورده كده. وفي النص بعمل يعني جزء كده في النص غويط شويه عشان خاطر هنحط فيها مربى. تقدري تحطي شوكولاته بدل المربى زي ما انتي برضو تحبي يعني.
عملت عندي 3 صواني. شايفين اللون المصفر شويه ده هو لون الكاسترد. هوريكي كمان الصينيه الثالثه، ويلا على طول ندخلهم على الفرن. طبعا يعني الفرن حطيت صينيتين الاول وبعد كده حطيت الصينيه الثالثه. نظبط الحراره بتاعتنا على درجه حراره 170 والتايمر بتاعنا على 20 دقيقه. ادي شكل البيتي فور بعد ما طلعناه. بصوا طبعا اخر دقيقتين 3 كده بشغل الشوايه عشان تاخد معايا اللون الحلو اللي من فوق دوت. كمان شايفين من تحت عامله ازاي، والرسمه زي ما هي ما اتغيرتش ولا فرش ولا اي حاجه خالص زي ما هو ده شكله. تعالوا اوريكم كمان واحده كده، هوريكي قد ايه هو هش جدا. وبصوا طالما انا هعملها لك اهي، طالما بيفرول معاكي كده تبقى تعرفي ان النتيجه بتاعتك مظبوطه خلاص. لكن لو ناشف ما بيفرولش معاكي بسهوله او بيفرول يعني يبقى معجن كده يبقى مش صح. تعالوا بقى مرحله التزيين بتاعتنا. اجيب بقى المربى بتاعتي، طبعا مربى المشش دي طبعا مربى صديقتي العزيزه في تزيين الحلويات بقى احلى حاجه. بحط كده حته مربى في النص. وتعالوا اوريكم كمان واحده في النص كده، بتحطي حته مربى بيبقى شكلها حلو قوي. وكمان بتسيبيها بقى بتنشف بعد كده عليها، يعني بتثبت عليها. لو انتي هتجيبي بقى 2 كده، نختار 2 يكونوا قد بعض. وبرضو بحط عندي المربى، بدهن كده المربى على الشكل كله. وبحط بقى الاولانيه كده على التانية وبلزقهم مع بعض. وباجي بقى عند الحته اللي هي بتبقى رفيعه دي، وببدأ ان انا احط عليها برضو مربى عشان هنعمل عليها بقى شوكولاتة فرماسي او عندك جوز هند زي ما انت عايزة. انا كمان على فكرة سيحت بعد كده شوكولاتة سمراء على حمام مية وعملته بس مع نفسي بقى، يعني عشان ما طولش عليكي الفيديو. بتحطي كده الجزء اللي عملناه بالمربى في الشوكولاتة الفرماسي يبقى شكله بالشكل دوت. تعالوا نعمل كمان 2 تانيين مع بعض. طبعا لو انت هتحطيها في الشوكولاته مش هتحطي بقى المربى على الحرف، يعني هتحطيها في الشوكولاته على طول، وهي طبعا الشوكولاته بتثبت عليها. اهم حاجه انك ما تجيش ناحيتها خالص طول ما هي لسه طريه، تسيبيها تنشف خالص علشان الشوكولاته ما تطبعش معاكي او يعني شكلها يبقى مش كويس. نظبط كده بايدينا المربى، وهبدا ان انا احطها في جوز الهند. ادي شكلها. وفي ناس بتحب تحطها كده من غير ما تزوقها، يعني تسيبها زي ما هي كده. ادي البيتي فور بعد ما طلعناه عملتها بالشوكولاته اهو كمان، وقدمناه في طبق التقديم. وادي كمان البيتي فور اللي بالمربى زي ما قلت لك، تقدري تستبدلي المربى بالشوكولاته برضو نوتيلا في النص. وصفه سهله جدا وبسيطه، اتمنى انك تجربي، اتمنى ان الوصفات تكون بتعجبكم وتكوني استفدتي. ولو ليكي اي اسئله او تعليق اكتبيها لي على قناه نانا تشانل. اشوفكم في فيديوهات تانية ان شاء الله على خير. باي باي.